النهارده هعرفك على اهم اسرار نجاح البيتزا. تعالوا بينا نخش على المكونات على طول، واوعدك هتطلعي واخده كورس في طريقه عمل البيتزا. معايا هنا بوله حطيت فيها كوبايه ميه، كيس خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، دوبتهم وبسيبهم على جنب. تمام. بعد كده بجيب دقيق، بحط انا هنا استعملت كيلو دقيق، بقيت من كيلو دقيق زي كوبايه كده. يعني انا حطيت هنا ده يعتبر كيلو دقيق، بقيت زي كوبايه، سبت زي كوبايه كده من كيلو دقيق. رشيت هنا رشه ملح على الدقيق ده، ومعلقتين لبن بودره. خلاص تمام كده. بقلب المكونات دي في بعضها، وبعد كده انا معايا على الجنب التاني انا كنت حاطه الخميره الفوريه عشان خاطر اختبرها معايا. طبعا بتحطي الميه تكون فتره، المعلومه دي مهمه، حطي ميه تكون فتره. خلاص قلبتي المكونات بتاعتك على بعضها، بتكون الخميره بدات تشتغل معاكي. بتعرفي طبعا لما بتلاقيها عامله كده من قدام، من على الوش كده، زي وش كده، خلاص هي كده الخميره بتبقى شغاله معاكي. بتضيفي الميه دي وتعجني في العجينه شويه. طبعا دي مش كل كمية المية اللي هنحتاجها، احنا لسه هنحتاج مية. بتلمي بس العجينة كده معاكي شوية، وبعد كده بتضيفي المية تدريجي شوية بشوية. كل ما بتحتاجي مية بتحطي. انا هنا ضفت شوية مية كمان، هضيف دلوقتي شوية مية كمان، وكل ما هحتاج هحط. تمام. خلاص بلم العجينه كده زي ما انتم شايفين، بتلميها شويه في البوله لحد ما تلزق معاكي. بصوا انا ضفت هنا شويه ميه كمان. طيب هتسالوني ايه كميه الميه اللي احطها على الدقيق؟ بصوا يا جماعه، كل دقيق بيختلف عن التاني، فانا ما اقدرش احدد لك كميه ميه. انا هنا بصوا ضفت ميه تاني. بس انا مسرعه الفيديو شويه عشان الفيديو طويل، بس انا مسرعاه علشان خاطر الفيديو طويل، عشان انا مدياكوا بصوا يعني خبرة سنين في البيتزا. على فكرة انا ضفت مية تاني. بصوا شايفين انا هنا حسيت انها لزقت سنة بسيطة، فهضيف لها معلقتين دي. كل حاجة في ايدينا يا جماعة، مفيش حاجة اسمها يعني انا مش هينفع اقول لكم مقادير معينة يعني لا، هو الدقيقة على حسب. انا زودت مية فحسيت ان هي هتلزق معايا سنة، فضفت لها معلقتين دي. تمام. خلاص وانتوا هتشوفوا دلوقتي العجينة عاملة معايا ازاي. طبعا بقى سيبك من البولة خالص، حطي كده امسحي رخامتك وحطي شوية دقيق على الرخامة، وافضلي بقى. من اسرار نجاح البيتزا تطلع معاكي بيتزا ممتازه العجن يا جماعه. بصوا اعجنوا، افضلوا بقى اعجنوا، ما تملوش. ولد لو عندك عجان استسهلي وحطي في العجان، ما عندكيش عجان على ايدك بقى. بصوا طبعا شايفين انا هنا طبعا حطيت معلقتين كبار زيت زيتون. طبعا انتوا شايفين انا لميت العجينه ازاي. اول ما حسيتها ان هي اتلمت معايا وبتلزق، خدتها على رخامه مع شويه دقيق، فضلت اعجن في العجينه دي وقت ما يقلش عن 10 دقايق. وبعد ما عجنتها 5 دقايق كده ولا حاجه، ضفت لها معلقتين الزيت الزيتون اللي انتوا شفتوهم دول. بصوا شايفين بقى، انا عايزه اوريكم منظر العجينه، شايفين بتمط معايا ازاي. بصوا بقى خلاص افضلي اعجني لحد ما تتحول معاكي العجينه زي ما انت شايفه كده. على فكره العجينه دي ناعمه، ولكن لو يعني مش بتلزق بقى، هي ناعمه من على الوش، بس تكون طريه سنه، يعني ما تكونش عجينه يابسه او ناشفه، تكون عجينه متشبعه. تمام. شايفين بقى بعد ما سبت العجينه تخمر كويس قوي، تغطيها بحاجه وتسيبها تخمر. شايفين ما شاء الله العجينه خمرانه معايا ازاي، روعه، ولا احلى من كده عجينه. خلاص باخدها بقى برضو على الرخامه واقسمها. طيب الكميه اللي معايا دي انا عملت منها كام بيتزايه؟ عملت منها 4 بيتزايات، 4. تمام. بصي بقى بتفرديها كده معاكي، وزي ما قلت لك انا قسمتها 4. بتجيبي اول صينيه رشه زيت، معلقه دقيق، تبدري الصينيه كويس قوي عشان خاطر ما تلزقش منك في الصينيه. تمام. خلاص انا دي اول واحده اخدتها معايا. بعمل زي ما قلت لكم كده، ببدر الصينيه دقيق، وبعد كده بحط الاولانيه في الصينيه واسيبها، وهكذا الثانيه وهكذا الثالثه وهكذا الرابعه، اللي هم ال4 بيتزات اللي احنا قلنا عليهم. بتسيبي بقى اللي هي الاولانيه على جنب، وعبال ما بتخلصي التلاتة اللي فاضلين بتكون الاولانيه خمرت. بصوا يا جماعه، بعد الخطوه دي، بعد ما بتعملي الخطوه دي، احنا كده خمرنا العجينه، ولكن احنا بنسيبها تخمر شويه كمان. فاهمين عايزه اقول لكم ايه؟ يعني بتسيبوها بعد ما بتقرصوها كده وبتسيبوها في الصينيه، بتسيبوها تخمر شويه كمان. خلاص بصوا شايفين العجينه ما شاء الله خمرانه معايا. بصوا معلش الفيديو طويل شويه، بس بجد بجد انا عايزه اوريكم تفاصيل كتير جدا 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 في البيتزا. انا كمان يعني عايزه اقول لكم ان انا قصت حاجات كتير جدا لان الفيديو كان طويل، وانا من كتر ما شاء الله ما العجينه جميله جميله يا جماعه معايا، انا عايزه اوريكم تفاصيل كتير جدا فيها. تمام. خلاص انا بقى عملت ليه كده. انا دي
دي بفردها في الصينيه. انا بعملها كده علشان خاطر تاخد الشكل الدائري اللي هو بتبقى الطروف اللي هي بتبقى شكلها حلو، دي البيتزا اللي بنجيبها من بره انا بعملها كده عشان تكون شبه اللي جايه من بره بالظبط زي ما انتم شايفين من جوه لبره وبالراحه. بصوا يا جماعه شايفين العجينه عامله ازاي معايا؟ بتلزق سنه بسيطه، عجينه ممتازه ما شاء الله. خلاص دي انا فردتها كده الاولانيه زي ما انتم شايفين في الصينيه، سبتها برضو تخمر شويه. ودي بقى طريقه فرد تانية، انا بوريكم طريقه فرد تانية. طريقه الفرد التانية دي بالنشابه، بتفردي دقيق، بتحطي دقيق من تحت ودقيق على الوش وبتفردي، وبعد كده بعد ما بتتفرد معاكي بتنفضيها من الدقيق كويس قوي وتحطيها في الصينيه. تمام، فدي انا كده بعرفكم طريقه فرد تانية. الطريقه بقى السهله بالنسبه لك اعمليها، بس اهم حاجه تعملي البيتزا يكون شكلها متساوي جدا عشان خاطر مش هتعرفي تفرقيها بالطريقه دي، مش هتعرفي تفرقيها عن اللي بتجيبيها من بره. بصوا انا بنفضها كده، بتنفضيها من تحت وبتنفضيها من فوق وبتجيبي الصينيه وبتحطيها فيها. خلاص دي طريقه فرد تانية. بصوا خلاص كده انا فردتها وشايفين ما شاء الله العجينه بتمط معايا، ده بسبب انها خمرانه وبسبب انها عجينه ممتازه. خلاص بصوا بقى شايفين انا حطيتها في الصينيه دي، هسيبها برضو يعني ايه اشتغل في العجينه الثالثه. بصوا انا بعمل الشكل ده زي ما قلت لكم، بس طبعا هو مش هيطبع معايا لان هي لسه عايزه تسيبيها مثلا 5 دقايق تخمر سنه، بحيث ان انت لما تحطي صبعك يبصم. فاهمين عايزه اقول لكم ايه؟ دي الطروف. فانا هسيب العجينه دي اللي هي البيتزايه الثانيه، ودي انا رجعت للاولانيه. انا رجعت دي البيتزايه الاولانيه اللي كنت بشتغل فيها. بصوا كملتها ازاي، انا كملتها للاخر ازاي، وهي طبعا انا لما بحط صبعي كده فيها عشان تاخد شكل الاطراف دي هي بتبصم لان هي خمرانه جدا، فهي بتبصم معايا. وانا بعمل الطريقه دي زي ما قلت لكم عشان خاطر الاطراف. طيب انا بقى هنا الحشو ده حسب الرغبه. الصلصه دي الصلصه بتاعه البيتزا، دي صلصه انا مفرزاها في الفريزر عادي، وحط عليها توم، فص توم كده شوحتها يعني في فص توم. مش شوحتها بقى يا جماعه، فص توم على الصلصه. تمام، شويه زيت كده وفص توم وحطيت الصلصه وبعد كده ملح وفلفل، بس كده هي دي الصلصه. البيتزا دي انا هعملها مارجريتا، فانا اكتفيت بموتزاريلا فقط، صلصه وموتزاريلا، دي بالنسبه المارجريتا. خلاص انت بقى طبعا زي ما قلت لك الحشو حسب الرغبه. فدي اول بيتزايه معايا. على فكره عايزه اقول لكم بيتزا المارجريتا دي بتبقى خطيره، بتبقى احلى البيتزات. بصوا شايفين خلاص بتساوي الشكل، شايفين الشكل معايا عامل ازاي؟ ما شاء الله بيتزا والله ما تعرفي تفرقيها عن اللي بتيجي من بره خالص. دي اول شكل معايا. التانية بقى بصوا دي انا بعمل لكم، بفرد لكم واحده كمان ثالثه. يعني انا كنت عملت الاولانيه وفردت الثانيه وسبتها برده في الصينيه، ودي الثالثه. بصوا يا جماعه انا جايبه لكم ادق التفاصيل في البيتزا. دي بقى الثالثه. بصوا انا بفردها ازاي، يعني ما حطيتهاش في الصينيه، لا انا فردتها في على الرخامه زي ما قلت لكم، بنفضها من الدقيقه اهو. تفرديها طبعا على حسب انت عايزاها بيتزايه كبيره، عايزاها بيتزايه متوسطه، عايزاها بيتزايه صغيره، زي ما تحبي. السمك ده يعني مقاس البيتزايه زي ما تحبي. شايفين انا حطيتها في الصينيه الثالثه دي كده. البيتزايه الثالثه معايا بتسيبيها وبتاخدي الثانيه اللي احنا كنا بصوا يا جماعه دي البيتزايه الرابعه انا كنت عملتها برده وسبتها، بس دي انا ما فردتهاش على الرخامه، انا فردتها في قلب الصينيه. شايفين انا فردتها وسبتها ورجعت لها تاني تخمر بزياده عشان خاطر لما افردها معايا تفرد بسهوله، وفي نفس الوقت لما اجي اعمل الاطراف بتاعتها الاطراف تبصم معايا وتديني شكل الطروف الخطير ده. خلاص فانا خلاص الرابعه دي هعملها جبن. فردت بقى الصلصه كده في الصينيه، وطبعا انتوا شايفين انا خرمتها عشان خاطر ما ترتفعش معايا. بصوا البيتزايه دي انا عاملاها بيتزايه امريكان يعني تخينه شويه. تمام، البيتزايه دي كانت خطيره. كان انا قصدي ان انا اعملها تخينه شويه، بقيه البيتزا لا كانت رفيعه زي الايطالي كده. تمام، انا حطيت زيتون وحطيت فلفل بس مش كتير لان يعني ايه انا اولادي ما بيحبوش الخضار في البيتزا، وحطيت رومي وحطيت موتزاريلا. خلاص دي ميكس جبن. عايزه بقى تحطي فيها جبنه شيدر، عايزه تحطي فيها انتي جبنه بريزيدون او اي جبنه سايحه او اي حاجه براحتكم. خلاص اي نوع جبنه سايحه براحتكم، بس انا استكفيت بده فقط. دي بالنسبه للبيتزايه. انا هنا كنت عايزه احط شطه بس قلت لا عشان خاطر الولاد. تمام،
طيب عملت دي، عملت بقى 2 كمان. بصوا انا كنت سايباها، انا كنت فردها وسبتها ليه؟ زي ما قلت لكم علشان خاطر تخمر زياده، فلما اجي اعمل الاطراف بتاعتها تبصم معايا، تكون هي العجينه طريه قوي فتبصم معايا. طبعا الحركه دي زي ما قلت لكم ما تستغنوش عنها، الحركه دي بتبقى خطيره في شكل البيتزا كانك شارياها زي الجاهزه بالظبط. طيب انا حطيت هنا برضو الصلصه، وبعد كده على فكره لو عايزه تحطي كاتشب، لو اولادك مثلا ما بيحبوش الصلصه في البيتزا ممكن تحطي كاتشب. دي انا عملتها بسطرمه. خلاص حطيت برضو زيتون، وهنا شطه، انا عملت واحده شطه وعملت واحده تانية بالفلفل الاخضر، وما حطيتش طماطم خالص يا جماعه. طب عايزين تحطوا طماطم تمام، مش عايزين براحتكم. انا ما حطيتش طماطم في البيتزا دي، في ال4 بيتزات ما حطيتش فيهم طماطم. حطيت بقى في دي شطه وزيتون وبسطرمه وموتزاريلا فقط. واللي هي الرابعه عملتها برضو زي كده بالظبط، بس ما حطيتش فيها شطه، حطيت فلفل اخضر فقط. كده بقى انا خلصت ال4 بيتزات. انا اديتكم كل التفاصيل في البيتزا، يعني الفيديو طويل شويه بس انا عشان كنت عايزه اديكم كل التفاصيل. بصوا بقى عايزه اوريكم، شايفين بقى البيتزا المارجريتا طالعه معايا عامله ازاي؟ خطيره 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 مهما اوصف لكم، والله الفيديو ما مبين جمالها وحلاوتها. بصوا يا جماعه شايفين البيتزا عامله ازاي معايا؟ شايفين شكل الاطراف عامله ازاي؟ يعني بصوا كمان هي مش باينه لونها، يعني هي بامبي كده، فهي للاسف الفيديو مش عارفه ليه مش موضحها. بصوا شايفين من تحت البيتزا عامله ازاي؟ ما شاء الله، وطريه جدا ورفيعه، مش بيتزا تخينه. انا عامله 3 رفيعين وواحده زي ما قلت لكم اللي هي الامريكان اللي هي بتبقى تخينه شويه. خلاص شايفين البيتزا بقى معايا عامله ازاي؟ طبعا هي سخنه، انا لسه مطلعاها من الفرن. للاسف انا مش عارفه حتى ان انا امسكها واشد واوريكم. طبعا الموتزاريلا دي خطيره خطيره، الموتزاريلا دي لو عايزين تعرفوا نوعها ايه اكتبوا لي في التعليقات وانا هقول لكم على نوع الموتزاريلا دي. من احلى الموتزاريلات اللي ممكن تستعمليها في البيتزا. تمام. دي بالنسبه للمارجريتا، شايفين شكلها، شايفين قطرها عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه الموتزاريلا بتشد ازاي معايا، والله انا ما عارفه امسكها، هي سخنه جدا مش عارفه امسكها، بس هي للامانه خطيره. دي بالنسبه للمارجريتا. تعالوا بقى هوريكم اللي هي اللي بالبسطرمه، وكمان اللي هي بالميكس الجبن. بصوا بقى بالنسبه بالبسطرمه شايفين عامله ازاي معايا؟ طالعه برضو خطيره. بصوا من تحت، و برضو يا جماعه عايزه اقول لكم هي ما شاء الله يعني سمكها حلو جدا وطعمها كان خطير. بصوا بقى شايفين دي برضو عامله ازاي معايا؟ دي بقى بالنسبه دي يا جماعه الرابعه اللي هي برضو البسطرمه. بس على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، اللي هي البسطرمه دي انا سبتها شويه في الفرن، نسيتها شويه، يعني مش نسيتها، كنت بعمل حاجه وجيت فهي نشفت مني سنه، لكن ما شاء الله كل البيتزا عجينه واحده وطالعه ممتازه. لكن دي عشان غيبت عليها بس في الفرن فنشفت سنه صغيره. هي طبعا خطيره، تاكليها طريه وجميله، بس من تحت بس يعني نشفت سنه، فاهمه عايزه اقول لكم ايه؟ لكن هي عجينه البيتزا خطيره. بصوا دي بقى بالنسبه للامريكان اللي قلت لكم عليها. عايزه اوريكم ما شاء الله العجينه باينه بقى في دي اكتر لانها تخينه شويه مش رفيعه. ما شاء الله يا جماعه جربوا الطريقه بتاعه البيتزا دي، صدقوني مش هتندموا لو جربتوها. انا هنا طبعا عايز بوريكم من تحت عامله ازاي. انا مهما اوصف لكم انا زعلانه قد ايه اني ما وريتكوش تفاصيل البيتزايه دي عشان اوريكم قد ايه نجاح العجينه. للاسف تفاصيلها رهيبه، بس انا ما كنتش هطول الفيديو اكتر من كده. الفيديو للاسف طويل بسبب ان انا عايزه ابين كل التفاصيل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.